السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناتي مذاقات جديدة. أتمنى تكونوا بألف صحة وعافية وتستمتعوا بمشاهدة الفيديو للآخر. وصفتنا اليوم طريقة عمل الحمام الكذاب بالوراك، ممكن نعملها كمان بالصدور. الوصفة هاي كتير سهلة وحنعملها بالفرن وحيكون عنا شكل جديد، وحنقدمها كمان بطريقتين. إذا حبيتوا تعرفوا طريقة هاي الوصفة تابعوا معي الفيديو عشان تعرفوا طريقة عمل هاي الوصفة والمقادير. أول إشي عندي صحن من الرز البسمتي الحبة الطويلة، بنقعه في المية لمدة ربع ساعة. عنا هان 5 وراك من الدجاج، بكون حجم الوراك كبير، بنخلي صاحب الدجاج بخليلنا إياها من العظم اللي موجود فيها، والعظم ما بنرميه، حنستخدمه كمان في الوصفة. طبعا عندي هدول الأوراق غسلاهم بالليمون والطحين والخل ومنظفاهم، ولازم يكون الأوراق بالجلد اللي عليهم، ما نقيمش الجلد اللي عليهم. ضيف على الأوراق ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من البهار المشكل، وملعقة صغيرة من الملح. بنفرك الأوراق مع البهارات بهاي الطريقة لحتى تتداخل عنا البهارات في أنسجة الأوراق. حتركهم على جنب وحنبدأ بتجهيز الحشوة. أول إشي عندي هان حبتين من البصل، بكون حجمهم متوسط، وقرن من الفلفل. ممكن لو كان عندكم أطفال تستغنوا عن قرن الفلفل وتضيفوا معها فليفلة. بنفرمها فرم ناعم في الكبة بهذا الشكل. عنا هان الرز صفيناه من المية بعد ما نقعناه ربع ساعة، وبنضيف عليه ملعقة صغيرة من الملح، وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من البهار المشكل، وملعقتين كبار من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من دبس الرمان. عنا هان قطعتين من الكبدة تاعت الدجاج، أنا كنت مخبياهم بالفريزر، بقطعهم لمربعات صغيرة وبضيفهم على الرز. ممكن لو ما كانش متوفر عندكم ممكن تستغنوا عن الكبدة، بس الكبدة بتعطي نكهة وطعم كتير مع الرز. وبضيف عليها البصل والفلفل اللي قطعناه، وبخلط جميع المقادير منيح مع بعض لحتى تتجانس عنا المكونات مع بعض. هيك أصبحت عنا الخلطة جاهزة. حنبدأ بحشو الوراك تاعت الدجاج. عنا هان صحن من صحون الشوربة، بكون حجم الصحن متوسط، بفرد فيه الوراك بهذا الشكل. وبضيف ملعقتين كبار من الحشوة في الوراك، وبحاول إني أسكرهم بقدر الإمكان. بعد هيك بجيب قطعة قصدير وبحطها على الصحن بهاي الطريقة، وبقلبها بهذا الشكل، وبثني جوانب القصدير على الصحن كما هو موضح عندكم في الفيديو. أتمنى لو كنتوا أول مرة بتشاهدوا هذا الفيديو على قناتي، أتمنى إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصل إلكم كل وصفة جديدة أنا بعملها. وأتمنى حبايبي إنكم ما تنسوا اللايك على الفيديو، لأنه اللايك مهم جدا للفيديو. أتمنى دعمكم ومساعدتكم إلي لحتى تكبر قناتي بوجودكم معي. وأتمنى لو جربتوا وصفة من وصفاتي إنكم تكتبوا لي في التعليقات رأيكم فيها. بعد هيك بقلبها بالصينية تاعت الفرن اللي هنحطها في الفرن، وبرفع الصحن بهذا الشكل، وبستمر بعمل جميع الوراك بهاي الطريقة. هعمل معكم ورق تاني عشان تشوفوا الطريقة بكل دقة.
بعد ما خلصنا ال5 وراك وعملناهم بهاي الطريقة، بنستويها. طبعا أنا عيرت الرز اللي زاد، طلع عندي نص صحن، فبضيف عليه صحن من الشوربة أو من المية. نفس الصحن اللي عايرنا فيه الرز بنحط فيه مية وبنحطه في النص في الصينية كما موضح عندكم في الفيديو، ما بنحطه على الوراك من فوق. بعد هيك بغطيهم بقصدير، ولو كان متوفر عندكم ورق زبدة ممكن نحط ورق الزبدة بالأول وبعدين نحط القصدير فوقيها. بنحطها في الفرن على درجة حرارة هادية لمدة 2 إلا ربع. هنبدأ بتجهيز الشوربة. عنا هنا العظم اللي بيكون في الوراك ما بنرميه، بنغسله بالخل والليمون والطحين، وحنعمل منه الشوربة اللي حنسقي فيها خبز الصاج. عنا طنجرة على نار هادية بنضيف فيها ملعقة كبيرة من الزيت وبنضيف عليها البهار الخشنة. عنا هان لومي الليمون المجفف، وعنا زنجبيل مجفف وقرفة مجففة، وكمان عنا ورقتين من ورق الغار وإكليل الجبل المجفف، لو كان عندكم طازج بكون أفضل. بنحركهم لحتى تطلع عنا ريحة البهارات. بعد هيك بنضيف عليهم بصلة حجم صغير مقطعينها مربعات بهذا الشكل، وبنحركها وبنتركها لحتى تذبل عنا البصلة. بعد هيك بنضيف عليها العظمات تاعت ورك الدجاج، هنضيف عليهم ملعقة صغيرة من البهار المشكل وملعقة صغيرة من الملح ورشة فلفل أسود، وبنحركها بهاي الطريقة وبنغطيها وبنتركها لمدة 10 دقايق لحتى تنزل كل السوائل والمية الموجودة فيها. بعد ما ضفنا المية على الوراك بنتركها لمدة نص ساعة لحتى تتسبك عنا الشوربة وتصير عنا جاهزة بهذا الشكل. حنبدأ بتجهيز الخليط اللي حنضيفه على وجه الحمام الكذاب عشان يتحمر معنا. عنا هان معلقة من البابريكا ممكن، وبنضيف عليها ملعقتين كبار من زيت الزيتون. ممكن نستغنوا عن زيت الزيتون ونضيف زيت نباتي، بس عشان يكون الأكل صحي بنضيف زيت زيتون أفضل. بنحركهم بهذا الشكل، وبس يجهز عنا الحمام الكذاب بنحطه على وجه الحمام الكذاب وبنحطه في الفرن بنحمره. الطريقة الأولى ممكن نعمل جنبه فتة، والشوربة اللي عملناها من عظم الوراك نسقي فيها الفتة هاي. الفتة هاي عبارة عن خبز صاج، والأفضل يكون خبز الصاج قمح عشان بشرب الفتة وما بعجن معانا. هضيف عليها الشوربة اللي جهزناها، وما بضيف كمية كبيرة من الشوربة عشان كمان الخبز الصاج ما يعجن معانا تكون عنا المية كتيرة. فبنحط أثناء التقديم بنحط صحن جنب الأكل. الشوربة طبعا أنا رفعت كل العظم اللي كان فيها وصفيتها من كل البهارات الخشنة اللي كانت موجودة عليها، وقوامها بكون عنا بهذا الشكل. وكمان الشوربة هاي مش كلها، استخدمتها كمان في عمل الرز المفلفل. طبعا الرز المفلفل أو الرز المحمر هو عندي هنا أنا صحن من الرز البسمتي الحبة الطويلة، بحمر نص الصحن في زيت لحتى يصير عنا لونه أشقر الرز. بعد هيك بضيف الرز الثاني اللي بكون مش محمر، وبضيف عليه مية أو ممكن أضيف عليه من الشوربة تاعت الوراك اللي عملناها. الصحن الواحد من الرز البسمتي بضيف عليه صحنين من الشوربة أو المية. حنضيف الرز المفلفل على وجه الخبز الصاج. أنا رفعت جزء من الرز على أساس أنه أقدمه مع الحمام الكذاب من غير فتة. وبنضيف كمان الرز اللي زاد عنا من الحشوة، هيك بكون عنا شكل حمام بعد ما جهز معانا. بنشيله بالكفكير كما هو موضح عندكم في الفيديو. أنا هنا ضفت 4 قطع، القطعة الخامسة هقدمها بطريقة تانية.
وطبعا بنزينها بالأشياء الموجودة عنا، بقدونس، فستق حمرته وزينته، وجزء من شرايح الليمون. طبعا التزيين هذا متروك إلكم، كل واحد بزين حسب ذوقه وحسب رغبته. طبعا بنقدم جنبها صحن من الشوربة والدقة، وهي عبارة عن قرن فلفل معصور عليه حبتين من الليمون. يعني عن جد طعم الأكلة هاي مش هقدر أوصف لكم إياها، لأنه طعمه كتير كتير لذيذ، والشوربة والفتة مع الرز كمان مع الحشوة اللي موجودة عنا في الحمام الكذاب طعمها كتير كتير لذيذ. وكمان الوراك عنا مستوية وذايبة، وصفة عن جد تستحق التجربة. يعني وأنا بمنتج لكم في الفيديو كان نفسي إنه أعملها مرة تانية وأكلها. وصفة عن جد تستاهل التعب وبتستاهل إنه الواحد يعملها. طريقة تانية لتقديم الحمام الكذاب، ممكن إن نقدمه مع الرز المفلفل، أو ممكن نقدمه كمان مع رز بخضار، بطلع كمان طعمه كتير رهيب. أو ممكن كمان ناكل الحمام الكذاب هيك من غير ما نقدم جنبه أي إشي، لأن أصلا هو جواته محشي رز، فممكن تكون وجبة مشبعة إلنا. أتمنى الوصفة تعجبكم، وعن جد بنصحكم إنكم تجربوها، طعمها كتير كتير لذيذة ورهيبة. وإلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة.